النهارده هاكلمكم عن مشكلة مهمة جدًا في الإكسل وهي الmerge أو الدمج، طبعًا كلنا بنستخدم خاصية الدمج في الإكسل وهي إن إحنا بندمج عدد من الخلايا علشان تبقى مثلًا شكلها حلو، طبعًا الموضوع ده ليه مشاكل كتير، زي إن أنت ممكن مثلًا تيجي تسحب التحديد بتاعك يبدأ ينزل على الmerge يروح محدد لك الجدول كله مرة واحدة، وكمان لو جيت عملت معادلة وسحبت المعادلة على الmerge أو الدمج ده مش بتطبق معاك، النهارده بقى جاي أقول لك على حل مهم جدًا وهي إن أنت ممكن تقدر تستفيد من شكل الmerge ده وتتجنب المشاكل بتاعته، يالّا بينا. لو جيت أنا حددت صف زي اللي إحنا شايفينه قدامنا كده، هينزل على الmerge هيبدأ إن هو يحدد لي الجدول كله، طبعًا أنا مش محتاج ده، أنا محتاج إن أنا أحدد الصف ده بس. طب لو جيت إن أنا برضه عملت معادلة زي ما إحنا شايفين كده وسحبت المعادلة دي لتحت وعدِّت الmerge هيجيب لي خطأ يقول لي إن في merge هنا فمش هينفع تعمل المعادلة. طب إزاي إن أنا أحل المشكلة دي؟ أول حاجة هاعملها إن أنا هاجي هنا ألغي الmerge بالشكل ده، وبعد كده هاروح محدد النطاق بتاع الmerge بتاعي وهاضغط كليك يمين هاختار format cells وبعد كده هاجي عند alignment وهاجي عند كلمة general دي هاخلّيها center across selection وهاقول له أوكي، هيبدأ ياخد معايا شكل الmerge لكن هو مش merge هي خلايا عادية جدًا تقدر إن أنت تحدد زي ما أنت شايف كده، مش هيحصل معاك أي مشاكل ولو عملت المعادلة وسحبتها برضه مش هيحصل أي مشاكل.